السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف صحة وخير وسعادة. وحشتوني جدا جدا جدا. كنت غايبة عنكم بقالي فترة، يعني كام يوم كده، مش فترة كبيرة قوي، لكن عشان كان عندنا فراخ بقى ما تقولوش لحد. تعالوا بقى صلوا على رسول الله وتعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. معلش التنكة بتاخدني شوية لما يكون عندنا فراخ. تعالوا بقى نشوف كده هنعمل ايه. صلي على رسول الله وتعالوا نشوف الفيديو على طول. هنا بقى ربنا كرمني كده بقرشين حلوين، قلت اعمل بقى ايه؟ اعمل محشي. زوجي طلب مني محشي، قلت وماله فيها ايه، يلا نعمله على طول. هنا بقى بصوا، شايفين زي ما انا عملت كده عقد كده من الورق الكرنب. جبت بقى ايه؟ جبت كام ورقة كده على بعض، ورحت شايلة العروق من النص زي ما شفتوا كده في البداية وانا كنت برغي. وبعدين ايه؟ قطعت الورق بالشكل ده. شايفين؟ عايزه اقول لكم الصباع طلع كبير، لكن بس على مين ده؟ بعد ما استوى كش شويتين. صلى على رسول الله. بصوا بقى هنا بظبط الورق ازاي. الورق طبعا مرصوص معايا فوق بعضه. هنعمل ايه؟ كل اللي احنا هنعمله ان احنا بنقطع العروق من الوسط وخلاص على كده. وهنا بقى لو في زوايد بنشيلها. طيب هنعمل ايه تاني يا صافي؟ في طريقة تانية، ما احنا مش هنعمل طريقة واحدة ونسكت على كده، لا لسه، وفي فيديو تاني ان شاء الله هينزل لكم بطريقة مختلفة تماما. وهنا كمان بقطع الورق. بصوا هنا بقى انا كنت حاسة ان فعلا الصباع كبير. عملت ايه؟ بقيت وانا بحشي احاول ان انا اظبط الورق اقطعه. خلاص كده احنا بنكسب وقت، نكسب وقت في التحضيرات ونكسب وقت في ان احنا ما نعملش بقى ورقة ورقة. وهنا بقيت اللي اقطعه ارص على طول في الصينية. هنا كمان نفس الطريقة، عملت الورق على بعضه لكن تنيته كده اهو على بعض. ومن هنا بقى وهبدأ من الاطراف وهحاول ان انا اشيل العروق كلها مع بعض. شايفين الشكل ده كده اهو؟ سهلة جدا، مفيش اسهل من كده. في ناس هتعجبها وفي ناس مش هتعجبها، وفي ناس هتقول لا ده كده انا بالنسبة لي مش سهلة خالص. لا، طب انت اللي متعودة عليه اعمليه، لكن انا بوريكي افكار. وكلنا كل واحد طبعا كلنا شاطرين وعارفين بنعمل ايه، وانتوا اشطر مني بكتير جدا. لكن احب اقول لكم طرق كده سهلة نقدر نعملها وتوفر معانا في الوقت. بصوا بقى هنا اهو، انا بوريكم ان الورق كله مرصوص على بعضه، مش محتاج ان احنا نرص ورقة ورقة ونعمل، لا دي بتوفر معانا في الوقت كتير جدا اهو. انا بصراحة مش من الناس اللي بتحب تعمل ورقة ورقة. هنا كمان بقيت اعمل الطريقة دي كمان معاكم اهي تاني، بعيدها من الاول. عايزة اقول لكم دي اللي عجبتني بصراحة قوي. وتقدري برضو تضمي كده بعد ما شلتي العروق، تحطي الاتنين على بعض وتقطعي براحتك خالص. احب اذكرك انك تذكري الله. لايكات بقى وكومنتات كتير كده، ده احنا عندنا فراخ يا جماعة، في ايه؟ انتوا جبتوا فراخ؟ اوعوا تكونوا انتوا كمان جبتوا فراخ، ده كده بصوا هتبقى ايه يعني. شبرقة شبرقة. صلى على رسول الله وادعوا كده ربنا يعدي الايام دي على خير يا رب ان شاء الله. طبعا الحمد لله على كل حال، احنا احسن من غيرنا بكتير والحمد لله. هنا بقى بحاول ان انا اظبط الورق. لو تاخدوا بالكم ان انا بفرد الورق كله عشان ما يبقاش في ورقة متنية تهدر معايا. وكده بقى بقطع. عايزه اقول لكم الطريقه دي سهله جدا. ده بقى كان من الكمون. بعرفكم بقى ان انت ايه يعني، اما تيجي برضو وانت بتسلقي الكرنب بتحطي كده كمون، بيبقى حلو جدا وطبعا مفيد لاصحاب القولون. مش اكتر. بصوا بقى الورق الاخضر الجميل ده اللي انا بعشقه. انا بحب قوي الكرنب، يعني عايزه اقول لكم انا حسيت الكرنبايه اكتر ورق فيها اخضر، حبيته قوي قوي قوي. انا اصلا من عشاق اللي بيحبوا ايه الورق الاخضر بتاع الكرنب. اهو بقى الورق كده بدأنا ان احنا نرصه كده، يعتبر ان انا خلاص قربت اخلص الورق بتاعي. وهو تعالوا بقى نشوف الصينيه بقى شكلها جميل ازاي بعد ما رصيته. عايزه اقول لكم جميل جدا ويفتح النفس كده انك تعملي محشي. قلت والله لا اعمل، لا تعالوا بقى نرص مع بعض وهنعمل حاجه حلوه قوي. ما يحلى المحشي الا في الطواجن. صلوا على رسول الله وتعالوا نشوف.
هنا انا سبكت الطماطم طبعا، عامله البصله بقى وكده. انا عارفه انتوا بتعملوا المحشي احلى مني بكتير، بس بقى ايه، عشان كده ما رضيتش اوريكم بقى انا بسبك وبعمل والكلام ده كله. هنا بقى عندي الطماطم اهي، بدأت ان انا اعمل ايه، تعالوا نشوف. ضفت هنا معلقة كبيرة من البابريكا، وبدأت ان انا اقلبهم كده مع بعض عشان الصلصة حاساها ان هي لونها مش احمر قوي. خلاص خلاص، تعالوا بقى نكمل مع بعض. طبعا لازم اقلبها كويس قوي لان البابريكا ما تبقاش في مكان واحد كده، فلازم نقلبها كويس جدا. هنعمل ايه بقى؟ معايا هنا الرز مغسول كويس وسايباه لحد ما تصفى خالص، ما يكونش فيه نقطة مية. وهبتدي بقى انزل كده الرز زي الشطار. سقفولي بقى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. ايه بقى اللي هتضيفيه ده يا صافي؟ هنا معلقتين كده من البصل اللي انا كنت بعمله للتسبيكه، شلتهم على جنب وحطيته في التلاجة، وقلت وقت ما هعمله وجي الوقت المناسب حبيت بقى كده ان انا اضيف معلقتين البصل دول. وهضيف بقى التوابل بتاعتي. ايه هي التوابل اللي انا بحب احطها دايما على المحشي؟ هي ملح وفلفل اسمر وكمون، بس كده. بس كده. في ناس بتحب تضيف اضافات تانية، انا بحب اضيف دول وبس. هما دول اضافات المحشي اللي انا دايما بعمله. صلي على رسول الله وكملي معايا الفيديو، وما تنسيش لو ما حطيتيش اللايك يشرفني انك تحطي اللايك بتاعك. هبتدي بقى اقلب كله كده مع بعض. عايزه اقول لكم انا مش بضيف الخضره غير في الاخر خالص، بتدي ريحه حلوه جدا جدا. كده بقى هبتدي اقلبه كويس، وبقى اخر حاجه هضيفها هي الخضره. طبعا الخضره لما اضيفها عايزه اقول لكم كمان مش هيكون في تحسوا ان هي بتشرب كده من بعض، من الطماطم، من التسبيكه يعني، والرز وكده. الخضره اهي، عايزه اقول لكم الخضره كانت عندي ما شاء الله. بصوا بشيلها في التلاجة بتفضل خضره زي ما هي. هبتدي بقى اقلب كده كله مع بعضه، واحاول بقى ايه اشيل شويه كده للاستاذه فريده عشان انا هضيف لسه هريسه شطه كده. بعد ما قلبت هبتشيل بقى منها معلقتين كده اهو لفريده هانم. هانم دي يعني اختي بتقول لها يا فريده هانم، ف خلاص هي بقى اسمها فريده هانم يا جماعه، او الملكه فريده كمان. هي واخواتها يعني يوسف الامير يوسف، وآية الملكة آية، والملكة فريدة. ربنا يحفظهم ويخليهم لي يا رب العالمين. هنا بقى شلت خلاص الشوية الفريدة، وبدأت أضيف الهريسة بتاعت الشطة اللي مش قادرة أقول لكم على جمالها. كانت مخلية المحشي، بصوا هي والطاجن في حتة تانية خالص. بصوا الجمال. هنقلب بقى كله مع بعضه، عشان يعني دول كلهم كده لو في حتة واحدة يا نهار أبيض. عايزة أقول لكم ده مشطشط، يعني انتوا عارفين طبعا هريسة الشطة بتبقى عاملة ازاي. هنا بقى الطبق ده انا مقطعه الطماطم والبصل كده اهو شرايح. ليه؟ هنضيفهم بقى في الطاجن كده. وعايزه اقول لكم احلى طاجن بجد، المحشي في الطاجن بيبقى في حته تانية خالص. يعني بصوا حماده، حماده ده حاجه، وحماده اللي جاي حاجه تانية خالص. كنت بحاول ان انا اسوي كده ايه الخلطة عشان تبقى باينة شكلها الجميل اللي واضح معايا يظهر لكم في الكاميرا. هنا بقى بوريكم ان الطاجن ليه غطا بيكون بقى سهل جدا وحلو قوي في السوا، عامل زي اكنه حلة كده. انا بحباه ان هو اكنه حلة. هنا بقى بضيف البصل من تحت
على فكرة انا مش بضيف البصل خالص مع المحشي، لكن حبيت ان انا احطه في المقعد كده من تحت. كنت ممكن احط العروق لكن قلت لا، اغير يعني شوية. هو ما اداش اي طعم خالص، لكن احنا ممكن بناكله على فكرة مع المحشي عادي خالص. ممكن ما ترميهوش، وممكن لو انت مش حباه براحتك تقدري ما تضيفيهوش، لكن انا حطاه برضه عشان الطاجن من تحت. وبدأت بقى اعمل كده البصل، افكه عن بعضه، وهضيف الطماطم. ما تنسيش بقى اذكر الله، وادعي لي دعوة حلوة لكم ولنا بالمثل ان شاء الله. بعد ما ضفت الطماطم بقى كده اهو، هبتدي بقى احشي. يلا يا صافي بقى، يعني الناس زهقت مننا. معلش يا جماعة، ما تنسوش بس اللايك بتاعكم الحلو الجميل دوت، عشان هو ده اللي بيشجعني. عايزة اقول لكم بقى يعني مش قادرة بجد من الجمال. صلوا على رسول الله. طبعا الشتاء بقى والدفا ده يعني، الشتاء ودفا ازاي؟ الشتاء الجميل بتاعنا دوت محتاج الدفا، وعايزين نعمل ايه؟ المحشي بقى الجميل دوت. شايفين الورق وجماله؟ هنا بقى كنت بقول لكم بصوا بصوا بصوا. نحشي بقى كده اهوت. وبعد ما اخلص هوريكم برضو انا حشيت ازاي. ما تتريقوش عليا، الصبع كبير. عارفين ليه؟ هقول لكم السر وما تقولوش. بجد مش هتقولوا؟ طب قولوا كده، امان عليكم ان انتوا مش هتقولوا. هقول لكم على السر. استنوا بس اما نشوف صباع المحشي واقول لكم على السر. عارفين عملتوا ليه كده؟ هقول لكم ادام قلتوا لي قولي. هقول لكم ليه بقى. لان ما زوجي بيطلب مني المحشي بعمله بالطريقه دي، عشان ياخد واحد وما يقوليش تاني اعملي محشي. هو ده السر. هو بقى ما يعرفش الكلام دوت، بس اهو سمعني. معلش بقى يا ابو فريده، نعوضها لك. عايزه اقول لكم والله هو كل منه وقال لي حلو قوي. كمان هو كان مشطشط بقى وكده، والطاجن بقى عامل شغل. مش قادره اقول لكم على الجمال. بس هو ممكن يكون عجبه عشان كان فيه فراخ، صح؟ قولوا لي كده، قولوا لي هو فعلا عجبه عشان الفراخ؟ ممكن، ليه لا. انتوا عارفين دلوقتي بقى اللي عنده فراخ، ياه مش قادره اقول لكم. ده انا رميت بقى، يعني هما كانوا وركين يا جماعه، انا شلت الباقي في الفريزر. ما تقولوش لحد بقى عشان ما حدش يسمع ويجي على طول. انتوا عارفين دلوقتي اللي بيسمع ان في حد عنده فراخ بيروح وبيجري على طول. تعالوا مالكوش دعوه، تعالوا هاتوا فراخكم معاكم. احلى واجمل عيله والله، ربنا يخليكم يا رب ويديمكم في حياتي. بصوا بقى كده اهو، حشيت. ملكوش دعوه ان الصباع كبير، لا هيكش دلوقتي يا جماعه. اسمعوا بس مني، اسكتوا بس كده. تعالوا هنشوف. بصوا دي حله صغننه كده اهوت. انا نقلتها في حله تانية لانه لقيتهم شويه صغيرين. تمام. وكده بقى ايه، سوينا المحشي الحمد لله. هما وركين والباقي شلته. لا وانا هعمل الفرخه كلها، لازم نحتفظ بيها. صلي على رسول الله. وكده خلصنا المحشي. تعالوا بقى بصوا الشويه اللي هم ملسوعين دول اللي انا بعشقهم، ومرضتش اديهم لزوجي، خليتهم كده ناحيتي وضحكت عليه. لان انا بحب الايه، المحشي اللي بيبقى لاسع بسيط كده، مش محروق. لا يا جماعه، في فرق بين اللاسع والمحروق. الملسوع ده انا بحبه جدا. عملت بقى لسان عصفور وشويه مخلل كده كانوا عندي من الجمال اللي انا عاملاهم، وعملنا تورته محشي. ايه رايكم؟ بجد بأمانة عليكم مش هستاهل لايك؟ والله استاهل لايك يا جماعة. حطوا لي اللايك لايك لايك لايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.